ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم تاني فيديو في الاسبوع، في اول اسبوع. تمام. رب الفيديو اللي فات يكون عجبكم وتكونوا شفتوه، ولو انت اول مره تشوفني فاتفرج على الفيديو ده وبعدين في الاخر هيظهر لك الفيديوهات اللي فاتت، ويا رب تعجبك. طيب، الفيديو ده مهم. ليه مهم؟ عشان هتكلم عن حاجه مش كتير بيتكلموا عنها، ومعظم الناس اللي اتكلمت عنها فهي اتكلمت عنها من حته نظريه بحته، ما اتكلمتش عن الحته العمليه اللي هو تقول لك ازاي تشتغل عليها او ازاي تقويها، او اللي اتكلم عن الحته العمليه همش الجزء النظري. فانا النهارده جاي هخلي الموضوع يعني كله يبقى خلاص، يعني هيبقى مفيش حد يعرف يتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله، يعني بنفس الطريقه اللي انا هتكلم فيها. طيب، فكره الفيديو النهارده او ايه موضوع الفيديو النهارده هو المدخلات او الانبوتس. اول حاجه، ايه هي المدخلات او الانبوتس دي؟ المدخلات دي اي حاجه بتخش دماغك، مش شرط معلومه انت عايز تدخلها، مش شرط فيديو انت بتسمعه فدخل، لا، اي معلومه. يعني انت عينك دلوقتي مثلا بصه عليا، فمثلا عينك بتدخل مدخلات انت مثلا مش حاسسها، دي بتبقى مدخلات كده لوحدها، بتخش دماغك لوحدها. زي مثلا عينك شايف ان انا لابس نظاره، لابس تيشيرت بني، مش عارف، شعر اسود، مش عارف، عندي دقن، مش عارف ايه، فاهم، الحيطه اللي ورايا بيضه. كل دي مدخلات لدماغك. مش شرط ان هي مدخلات اللي هي معلومات كبيره وحاجات عايز تدخلها جوه دماغك. طيب، ده التعريف الكبير للمدخلات. طيب، خلينا نخش في التعريف اللي هو الصغير، اللي هو هنربطه بال سيلف امبروفمنت او الموتيفيشن. حلو. اول حاجه، المدخلات دي هي اي معلومه هتفيدك، هتساعدك ان انت هتدخلها طبعا بطرق معينه، ممكن كتاب، ممكن فيديوهات، ممكن تجربه حياتيه، هتفيدك في ان انت تتطور بشكل او اخر، بشكل ما يعني. تمام. هقول لك هنا حته مهمه جدا برضه في التعريف، يعني انا شايف ان هي جزء لا يتجزأ من التعريف بتاعها، ودي هتعرفك يعني مثلا مشكلات كتيره انت مثلا كنت بتقع فيها، او حاجات انت كنت بتعملها او جسمك بيطلبها وانت مش عارف هي ليه بتطلب او ليه اللي بيحصل كده. الدماغ عندنا ليه للانبوتس دي فيه كباسيتي معينه او مساحه معينه ان هو يتحمل فيها الانبوتس دي كلها. فمثلا انت جيت واحد صحيت من النوم، اول ما صحيت من النوم مسكت التليفون، قعدت من ساعه مثلا ساعتين على التليفون. طيب، حبيت بقى تقوم تشوف يومك ايه، الدنيا هتمشي اليوم ازاي، هتعمل ايه، كذا 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 كذا، بتلاقي نفسك هلكان تعبان، خلاص دماغك فصلت لدرجه ان انت بتحتاج تخش تنام تاني عشان ترجع تشحن دماغك، يعني اللي هو تفرغ دماغك كده وترجع تعمل ريفريش ان انت هتخش تشتغل تاني. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان هو الانبوتس اللي دخلت لك عن طريق السوشيال ميديا. دي معلومه لو انت ما تعرفهاش، واشك ان انت ما تعرفهاش، ان هو السوشيال ميديا بتدخل لك كميه انبوتس رهيبه، خاصه اللي هي الفيديوهات القصيره اللي هي ريلز او شورتس. الاثنين بيدخلوا لك كميه انبوتس رهيبه. ومشكله مش انبوتس مثلا في موضوع معين، لا، موضوع مثلا كوره، عربيات، مش عارف، طبخ، مش عارف، ايه، مش عارف، ضحك، مش عارف، حزن. كل ده اصلا لخبطه المشاعر دي بتخليك انت نفسك تتعب دماغك وتتعب نفسيتك، فبتضطر ان انت تنام عشان تفضي دماغك وترجع تقوم تشوف ايه الدنيا هتتمشيها ازاي. تمام. دي اول حاجه، خلينا نضم ده كله في حاجه اسمها التعريف. تمام. ايه اهميه المدخلات في واحد عايز يشتغل على نفسه، واحد عايز يبقى يجرو اب؟ طيب، اهميتها في ان هي، كنت فيديو قلته قبل كده، اللي بيخش من هنا بيدخل هنا، لا يا ربي معلش، سوري، اللي بيخش من هنا بيدخل هنا، بيطلع من هنا. فانت ده مش هيكبر ومش هيشتغل ومش هيتحسن الا لما بتدخل له هنا حاجات كويسه. تمام. وبرده الكلام اللي من بقك هيطلع
برضو مش هيبقى حاجه كويسه الا لو انت بتدخل من ودانك حاجه كويسه او افكار يعني كويسه. فده اول اهميه ليه، ان هو انت طالما ما بتدخلش انبوتس قويه وانبوتس كويسه مش هتخرج اوتبوتس او اللي هو مخرجات كويسه. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت عمر ما المايند سيت عندك هتتغير او عقليتك هتتغير او هتتطور في حاجه الا لو انت بتبدا تدخل لها حاجات فعلا تفيدها. يعني مثلا ما تجيش مثلا انت بتحرق فيديوهات على ريلز وما تجيش تحرق مش عارف فيديوهات تافهه وبتاع، وحتى لو لونج، حتى لو فيديوهات تافهه لونج، وتقول لي انا والله هتطور او المايند سيت عندي هتطور. استحاله، استحاله. لازم تشتغل على المايند سيت عندك، ان هو تبدا تشتغل على الانجلش عندك عشان تشتغل يعني المايند سيت تبقى احسن. طيب خلينا نقول دي اهميه. طيب احنا كده اتكلمنا مثلا، اتكلمنا ايه على التعريف والاهميه. خلينا نقول اخر حاجه ان هي ازاي تشتغل على الانبوتس بتاعتك دي. وبعدين هقول لك حاجه كده برضو ملحوظه مهمه بعدها ونلخص الفيديو ونقفلنا الفيديو. يلا، ازاي تشتغل على الانبوتس دي او ازاي تدخل انبوتس كويسه. زي ما قلنا في الاول، كتب، فيديوهات، بس فيديوهات لونج، بلاش فيديوهات الشورت. فيديوهات الشورت عمرها ما توصلك ان انت تدخل انبوتس حتى لو كانت كلها كويسه، هترهق دماغك ومش هتدخل الانبوتس كلها، وصدقني مفيش حاجه تفتكرها. طيب خلينا نمسك الاول من الكتب. هقول لك تركايه انا بستعملها، انا نفسي بستعملها التركايه دي، واقسم بالله تركايه جامده جدا، حتى بستعملها في المذاكره دلوقتي. ان هي ايه؟ ان انا بعمل 20% مجهود باخد 80% بروفيت. 20% مجهود 80% بروفيت. ازاي؟ بجيب مثلا الكتاب الفلاني ده مثلا، اي كتاب بقى عندك لروبرت جرين، مش عارف اللي هو اي كتاب انت عايز تقراه، يعني والكتاب ده قوي مثلا وكبير مثلا. طب انت هتعمل ايه؟ هتقوم جاي واخد اسم الكتاب وبعته لشات جي بي تي، وانا عايزك تلخص لي الكتاب ده وتفهمهوني وتقول لي كل نقطه فيه، بحيث مثلا ان انت بحيث ان انا خلاص اخلص معاك، يبقى الكتاب ده اشتغل فيه في حياتي، استخدمه في حياتي. او مثلا مجال كذا اشتغل فيه، في مجال كذا اعمله في مجال كذا، او مثلا انا بحاول اشتغل على حياتي فبتاع. برضو اشتغل على البرومت، خلي البرومت بتاعك لشات جي بي تي يبقى قوي. دي حاجه مع الوقت اتعلمتها، ان انت لازم البرومت تبقى اللي انت تديه شات جي بي تي يبقى دقيق مليون المية، دقيق مليون المية، مفيش غلطه فيه. طبعا لو مش هقول لك، مش هكبر الدنيا واقول لك خد كورس عشان مش عارف اي هو طبعا مهم، بس هو زي ما بقول لك حاول تطور نفسك في حته ايه، خاصه كتابه البرومت دي، ان هو تبقى دقيق فيها. هتلاقيه بيطلع لك كل نقطه في الكتاب قويه، بامثله، ب... بيمكن لو انت مثلا مع عندك هيستوري مع شات جي بي تي، يقول لك مثلا الهيستوري ده بقى، يربط الهيستوري بالكلام ده، فاهم؟ مثلا انت قلت له ربط بمجال معين، فهيديك امثله على مجال معين وازاي تشتغل عليها ومش عارف ايه. مثلا قبل ما تعمل كذا اعمل كذا، قبل ما تفكر في كذا فكر في كذا، فاهم؟ هتخليه لخص الكتاب كأن واحد بيتناقش معاك، مش كأن مؤلف الكتاب بيتناقش معاك. انت متخيل انت قاعد مع مؤلف الكتاب، هو اللي بيقول لك الكتاب وبيحكي لك القصص بتاعته، لا وبيحكي لك هو جاب الافكار دي منين مثلا، فاهم؟ تمام. قلنا ده اول حاجه الكتب، هنستخدم شات جي بي تي. طبعا انت عندك المقدره ان انت تقدر تقرا الكتب، ده هيبقى احسن، هيزود الديسيبلين بتاعك، هيحسن الدنيا عندك اكتر. بس لو انت ما عندكش وقت، او واحد زي مثلا ما انا ما بحبش قرايه الكتب قوي، ومش هقول لك هي ما عنديش وقت، لا عندي وقت بس مش واحد اقدر استحمل ان اقرا كتاب كبير مثلا 100 او 300 صفحه مثلا على كام يوم. فمثلا الكتاب اللي انا اخلصه في مثلا اسبوع اسبوعين هيخلص في يوم، هيخلص يعتبر في يوم بجد او يومين انت بتبحثه خلاص، فاهم؟ طيب تاني فيديو تاني معلومه، قصدي تاني مصدر، يعني ان هو الفيديوهات. وزي ما قلنا خليك في الفيديوهات اللونج، بلاش فيديوهات شورت. طيب فيديوهات لونج زي ايه؟
عندك مجال سيلف امبروفمنت، عندك مجال الموتيفيشن. انا هقول لك ابعد عن الموتيفيشن، لاني انا واحد ما بحبش الموتيفيشن، ما بحبش الناس اللي شغاله على الموتيفيشن، لان للاسف هو بيبيع لك الوهم، وده اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده اللي هو البلاسيبو. ممكن تبقى ترجع له قبل كده، يعني ممكن ترجع له بعد كده. بس زي ما بقول لك، خليك في حاجه مهمه، خليك مثلا في سيلف امبروفمنت، فاهم؟ خليك في السكيل اللي انت عايز تتعلمها، خليك في سوفت سكيلز. سوفت سكيلز دي مهاره مطلوبه دلوقتي، اصلا ما ينفعش انت تبقى عايش من غير سوفت سكيلز، فاهم؟ ممكن اي اي سكيلز، ممكن حاجات كتير بقى، فاهم؟ انت شوف انت مثلا مهتم بايه. يعني مثلا انا واحد كنت فتره مهتم بالديجيتال ماركتنج، فبدات كنت بحرق فيديوهات فيها، فاهم؟ بس طيب، هقول لك بقى الملحوظه اللي هي اهم نقطه في الفيديو، واللي اصلا يمكن عملت الفيديو عشانها كلها. ايه هو؟ ان لو انت بتدخل انبوتس مش هتعرف تخرج اوتبوتس، ولو انت بتخرج اوتبوتس مش هتعرف تدخل انبوتس، وده في الوقت نفسه. طب مش فاهمك. هقول لك ببساطه. وانا بحضر في الفيديو ده كنت بجهز لحاجه، بجهز للفيديو، يعني بسجل فيسات. برضو معلومه ليك يعني، ودي هتفيدك لو انت عندك فكره. مثلا معكش ورقه وقلم، مش مضطر تمشي ورقه وقلم طول الفتره، مع ان انا كنت فتره على فكره ماشي ورقه وقلم، ورقتين كده دايما، ورقه صغيره كده خالص اللي هي نوتس كده صغيره، وقلم دايما في جيبي كنت بمشي بيهم على فكره. الورق في المحفظه والقلم في جيبي كنت بمشي بيهم على فكره عشان اسجل اللي انا عايزه، الافكار اللي بتجيلي. مع الوقت مثلا بقيت بسجل بالفويس نوت، بقيت بسجل بميزه في اللي هي في التليجرام، وقويه جدا وكويسه جدا. بيبقى فويس نوت بس على هيئه اللي هو فيديو جامد، اللي هو فيديو كده، نوت كده بيبقى دايره كده صغيره، مش فيديو كامل، او حتى فيديو كامل مش فارقه، بيبقى سيلفي كده بتسجل فيه بقى الكلام، بتسجل فيه بتاع، بيبقى تقريبا دقيقه. فانت لو عندك فكره انت بتسجلها بحيث ان انت ترجع لها تاني، ويبقى معاك بقى نفس الاحاسيس، نفس المشاعر، نفس التون، فبتبقى فاهم نفسك اكتر. طيب، كنت انا في الفتره دي كنت وانا بجهز الفيديو كنت عمال بقى بطلع افكار وبفكر ومش عارف ايه وبكتب يعني، وعمال بقى بسجل لغايه مثلا جيت مش عارف ايه اللي خلاني افتح الانستا. وقتها فتحت الانستا، الفيديو الاول في الثاني في الثالث، قعدت تقريبا عليه بتاع نص ساعه، الافكار اتبخرت، ما بقتش موجوده خالص خالص. انا مفيش فكره انا كنت عايزها، مفيش فكره انا كنت شغال عليها، مفيش فكره انا كانت في دماغي بقت موجوده. كل الافكار اتمسحت بمجرد ان انا دخلت انبوتس. حلو، وانا المفروض كنت بخرج اوتبوتس. دي الفكره. طيب، امتى بقى رجعت لي تاني الافكار دي؟ لما بدات اشتغل، مش عارف كنت بكلم صاحبي في نفس الوقت، بعت له فويس قلت له بص ده انا لقيت كذا 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 كذا، لقيت السرد بدا يجي والافكار تبدا تيجي تاني. طب ده هيفيدك في ايه يعني؟ دلوقتي مثلا انت عايز تذاكر، فانت بتدخل انبوتس. حلو حلو. الانبوتس اللي انت هتدخلها دي هتختلط بالانبوتس اللي هي بتاعت السوشيال ميديا او الانستا، فمش هتخليك تخرج في الاخر الاوتبوتس اللي انت عايزها. والاوتبوتس اللي انت عايزها تخرجها من المذاكره ان انت تبقى فاهم الدرس ده، او فاهم المحاضره دي، او فاهم الحاجه اللي وراك يعني. فهتلاقيك بتخرج اللي هو اللي دخل، الكميه الكبيره اللي دخلت وهي السوشيال ميديا اللي هو الريلز. طيب، مثلا انت واحد عايز مثلا تكتب حاجه، مش عارف تحل حاجه، مش عارف ايه. في ناس كتير، وانا كنت واحد كده وما زلت يعني، بدخل اغاني وانا شغال، فدي برضو بتعطلك. يعني انا فعلا شفتها في مره، لقيت وانا بسمع الاغاني وانا شغال بتعطلني، مقارنه لو انا شغال من غير اغاني بقى بتلاقيني بخلص بسرعه. ليه؟ لان دماغي صافيه، بتخرج بس، مش شغاله ان هي تخرج الاوتبوتس بس، ما بتدخلش انبوتس. حتى اصلا في معظم الاوقات ما بقاش سامع الاغاني من كتر ما انا مركز في الحاجه اللي انا بعملها، او بخرج اللي هو الاوتبوتس اللي انا عايزها. تمام. وزي ما قلنا في الاول، الدماغ ليه استيعاب معين او كباسيتي معينه، فما ينفعش ودي برضو نقطه مهمه. فهتيجي فتره انت عندك انبوتس جوه ما بتخرجهاش،
سواء كلام مع اصحابك، سواء انت مثلا لو بتصور عادي، فاهم؟ فانت لو عندك اوتبوتس، قصدي انبوتس قويه في دماغك، هي خلاص اتحولت ان هي بقت في دماغك، اتوسخت في دماغك ومش بتطلعها، ف دماغك هيوصل الكباسيتي بتاعته، هتوصل فل زي اكنه التليفون كده. انت عمال بتنزل عليه مثلا تطبيقات، بتنزل عليه مثلا، اقول لك على حاجه حلوه، انت عمال تنزل عليه فيديوهات كويسه، اللي هي فيديوهات سيلف امبروفمنت مثلا، فيديوهات مش عارف ايه، وانت الفيديوهات دي ما رجعتش ليها وما رسختهاش في دماغك هنا، فالفيديوهات دي هتتملي في التليفون. بعد ما تملى التليفون مش هتقدر تدخل انبوتس تانية، هتحتاج تمسح من القديم، فاهم؟ فعشان كده بقول لك انت دماغك دلوقتي فيها انبوتس كويسه، لازم تخرجها بقى ازاي؟ اللي انت تشيرها مع اصحابك مثلا، اللي هو والله حصل 1 2 3 بتاع كذا 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 مش عارف ايه، دي هتفيدك برضو. حتى تتكلم مع نفسك، يعني انا بجد قعدت فتره وما زلت بتكلم مع نفسي في حاجات كتير. يعني مثلا فكره عايز اناقشها بتكلم مع نفسي، فيديو عايز اعمله بتخيل ان انا مثلا واقف بصور وبتكلم مع نفسي مش عارف ايه. كل دي برضو زي ما قلت لك في الاول، الفويس نوتس، كل دي تقدر تخرج بيها الاوتبوتس. وعلى فكره انت لما تخرج الاوتبوتس غصب عنك لازم هتدخل انبوتس، فاهم؟ لان انت لما بتحس زي ما قلت لك انت الكباستي عندك بتوصل للفل، خلاص انت بتحس ان انت وصلت البلاتو، فخلاص مش عايز حاجه تاني وبس. تعالى نعمل كده ملخص سريع عن اللي حصل في الفيديو. اول حاجه قلنا تعريف المدخلات، ان هي اي حاجه بتدخلها بعينك، بتدخلها بودانك، حتى لو انت مش بتدي مجهود فيها، فهي دي انبوتس. طيب ايه اهميتها؟ قلنا ان هو لو انت عايز تجرو اب لازم تغير مايند سيت، لو انت عايز تشتغل على نفسك فانت لازم تدخل حاجات كويسه عشان تشتغل. ازاي تشتغل عليها؟ قلنا كتب، ممكن شات جي بي تي، ممكن تقراها بنفسك، فيديوهات، قلنا فيديوهات لونج بلاش ريلز او شورت عشان هتفيدك. قلنا في الاخر ان هو في كباستي معينه للدماغ. قلنا برضو ان لو انت بتدخل انبوتس مش هتعرف تخرج اوتبوتس، لو انت بتدخل لو انت بتخرج اوتبوتس مش هينفع تدخل انبوتس. وبرضو قلنا ان الكباستي بتتملي بالسوشيال ميديا في اي وقت انت على مدار اليوم يعني، فبتضطر بعدها تعمل ريفريش للدماغ بالنوم او باي فكره تانية. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لايك شير وسبسكرايب، وقول لي رايك في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو فادك اكتر من انه عجبك، وسلام.